إلى يوم القيامة على مستوى صعيد مصر بل على مصر، لأن تلاميذه الذين تعلموا على يديه ما زالوا ينتشرون في ربوع الوطن العربي. رحم الله مولانا العظيم، وبارك الله في تلاميذه، وبارك الله في أحفاده وأهله وذريته. شكرا لهذا المجهود العظيم، شكرا لمكتب مولانا الشيخ سليمان وكل القائمين عليه. شكرا لكل السادة أولياء الأمور الذين اهتموا بأبنائهم، وهذا هو جل الاهتمام العظيم. اهتمام الأب والأم هو العامل الأول والأهم في الموضوع، لأن ممكن يتوفر الكتاب ويتوفر المحفظون، لكن الأسرة ما توديش أولادها الكتاب. فشكرا للأسرة، شكرا للشيوخ الأجلاء. كنا من حوالي 20 يوم في مؤتمر مع الدكتور جورج العازر ماسك مدير مكتب مركز علاج الإدمان والطب النفسي في سوهاج، فأكد لي أن على مدار 10 سنوات لم نسجل حالة واحدة إدمان أو مرض نفسي لحد جانا حفظ القرآن الكريم. كشهادة عظيم، يعني معناها أن حفظة القرآن الكريم محفوظين، وإحنا مؤمنين بهذا الكلام. طب اللي مش مؤمنين بهذا الكلام قدامهم دليل واضح. حفظة القرآن الكريم بعيد عن الإدمان، مخدرات، بعيد عن الجريمة. لو حضرتك سألت أي حد في وزارة الداخلية يقول لك الجريمة مع حفظة القرآن الكريم صفر، الإدمان مع حفظة القرآن الكريم صفر. مفيش واحد حافظ القرآن الكريم عايز توك توك ولا موتوسيكل ولا يغزي ولا والخلاف. إذا أنتم وضعتم أبناءكم في مكان آمن، أنتم وضعتم أبناءكم في التربة الخصبة للنماء الصالح. شكرا للسادة أولياء الأمور، شكرا لشيوخنا الأجلاء.